السلام عليكم. عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة صباح الخميس 14 مايو 2026. فاجأة ثقافية في بري، ضياء إرث البروفيسور عبد الله الطيب وجريزيلدا تهدان قاد الحرب. تفاصيل صادمة حول تدمير منزل العلامة السودانية عبد الله الطيب بحي بري. الكاتب الطيب صديق يكشف عن اختفاء المكتبة التاريخية ولوحات جريزيلدا ومفتنيات نادرة كانت تمثل تحفة فنية وإرث ثقافي للسودان. عملية الهدهد، كيف سقط أخطر مروجي السموم في كسلة. ضربة موجهة لمافيا السموم. الخلية الأمنية بكسلة تطيح بأخطر مروجي المخدرات. دعم أثيوبي لحميتي رحلة من الوفاء إلى القزو. قصة الطائرة التي غيرت التاريخ. تحليل عميق يكشف تورط أثيوبيا المباشر في حرب السودان عبر دعم قوات الدعم السريع. كواليس الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع عبر حدود النيل الأزرق وتفاصيل المذكرات السرية في أصوصا. تفكك داخلي في صفوف الدعم الثري وتفوق استخباراتي للجيش السوداني. كشفت الخبير السياسي أمان الطويل عن أسباب تصدي قوات الدعم الثري، مؤكدا أن انشقاق قيادات كيكل والقبة يعكس نجاحا استخباراتيا للجيش السوداني وتزايدا للصراعات القبلية. إحمال منزلي وراء رحيل 3 سودانيين في مصر والطب الشرعي يحسم الجدل. كشفت تحقيقات النيابة المصرية عن مفاجأة مدوية في وفاة 3 سودانيين بمنطقة الشيخ زايد. الجيش السوداني يحاصر مطار نيالا جويا عقب وصول طائرة شاهين محملة بالأتاد. كثف سلاح الجو السوداني قراراته على مطار نيالا بجنوب دارفور بعد رصد طائرة شاهين أنزلت أتادا عسكريا للميليشيا في إطار خطة الجيش لتعطيل خطوط الإمداد العسكري. ليلة الانفجارات الكبرى في مطار نيالا وقادة الدعم السري يفرون إلى الوديان. شهد مطار نيالا قصفا جويا وهو العنف استمر ل3 ساعات، مما أدى لتهيئ أهداف عسكرية وتدمير مخازن وقود وسط حالة من الذعر والفرار الجماعي لقيادة الدعم الثري. ملك البحرين استقبل البرهان في مطار قيادة الذخيرة الجوية. رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يسأل مملكة البحرين في زيارة رسمية لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون المشترك بين الخرطوم والمنامة. محكمة الطفل بالعبيد تقضي بإيداع طفل جانه مقاتل بصفوف الميليشيا دار الإصلاحية. أصدرت محكمة الطفل بالعبيد حكما بإيداع طفل جانه دار التربية بالخرطوم لمدة 2 عام بعد إدانته بالقتال في صفوف ميليشيا الدعم السري وإثارة الحرب ضد الدولة السودانية. تمزيق بدلة الحرث الشخصي للرئيس الفاكر أثر احتكاك أمني مع الحرس الأوخندي. شهدت احتفالات تنصيب الرئيس الأوخندي يورو مسيفيني حادثة غريبة تمثلت في تمزيق بدلة الحرس الشخصي لرئيس جنوب السودان سلفاكر مياردت. عائشة الماجدي تفتح النار على كامل إدريس وتطالب بعودة الفريق إبراهيم جابر لإعمار الخرطوم. وجهت الكاتبة عائشة الماجدي انتقادات لرئيس الوزراء كامل إدريس محذرة من تدهور الأوضاع في الخرطوم ومطالبة بعودة الفريق إبراهيم جابر لقيادة لجنة تهيئة المناخ. محمد إسمت يحيى ينضم رسميا لقوات الدعم السري عضوا في تنفيذية التأسيس. أعلن القيادي بكتلة صمود محمد إسمت يحيى انضمامه رسميا لقوات الدعم السري عقب قرار محمد حمدان دغلو حميتي بتعيينه عضوا في اللجنة التنفيذية لتحالف صمود. خلف الكواليس عبات خير معلنة لزيارة البرهان إلى البحرين. تجاوز زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى المنامة الطابع البروتوكولي اللي فتح الباب أمام تساؤلات حول إعادة ترتيب الملف السوداني إقليميا وتدخل حسابات القوى الكبرى في المنطقة. حملة كبرى لإزالة المواقع التجارية المدمرة وسط الخرطوم وانطلاق عملية التنظيف. حملة واسعة لإزالة 1124 موقعا تجاريا مدمرا في منطقة موقع جاكسون وشارع سليمان كشة بهدف إعادة تنظيم وسط العاصمة وفتح المزارات الحيوية أمام الحركة. عودة ملايين النازحين واللاجئين. الأمم المتحدة تشيد بتماسك الشعب السوداني بأرضه. سجلت الأمم المتحدة عودة أكثر من 4 مليون نازح ولاجئ سوداني إلى مناطقهم في خطوة وصفت بالدليل القوي على تماسك السودانيين بأرضهم وإرادتهم في استعادة الاستقرار. عودة سودانيين للتحليق. خطة حكومية لإعادة بناء الأسطول ب 179 طائرة جديدة. وزير النقل السوداني يعلن تفاهمات دولية لتزويد الخطوط الجوية السودانية بأسطول جديد ضم 179 طائرة ويكشف حجم خسائر قطاع الطيران بسبب الأزمة الراهنة. عودة طائرة الدوحة. دمو ولحفة على مدرج مطار الخرطوم. رصد ميداني للحظات مؤثرة لمسافري طائرة الدوحة بمطار الخرطوم ودموع الفرح تملأ صالة الوصول في أول رحلة مباشرة لشركة بدر للطيران بعد انقطاع طويل. التحرك الأثيوبي في واشنطن وتأثيره على ملف السودان وأمن البحر الأحمر. تحليل لأبعاد التحرك الدبلوماسي الأثيوبي في واشنطن ومخاوف أديس أبابا من التقارب الأمريكي الأريتري وتأثير اتهامات الدعم السري على علاقتها الدولية. شاهد الفيديو انشقاق القائد أبو بكر وانضمامه للجيش السوداني بكامل عتاده. تعرف على تفاصيل انشقاق القائد أبو بكر قائد المجموعة 15 بالدعم السري وانضمامه للقوات المسلحة السودانية بكامل عتاده العسكري وأثر ذلك على موازين القوة. وزارة الإعلام تكشف حقيقة صور رئيس الوزراء المفبركة. وزارة الإعلام السوداني تنفي صحة صور مفبركة لرئيس الوزراء كامل إدريس. مستشار ترام لن نعترف بحكومة موازية في السودان ولدينا خيارات لإنهاء الأزمة. أكد مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية في مقابلة مع الحدث رفض واشنطن الاعتراف بأي حكومة موازية في السودان
واستعدادها لطرح خيارات جديدة لحل الأزمة. تحولات في الدعم الإقليمي وتغيير استراتيجية الممرات في الصراع السوداني. تحليل سياسي يكشف دلالات رفع الحظر الأمريكي عن تسليح أثيوبيا وتأثير تغيير مسارات إمداد المرتزقة عبر أفريقيا الوسطى على مستقبل الصراع في السودان. رئيس الوزراء السوداني في لندن لعرض مبادرة السلام أمام أرق الجامعات البريطانية. وصل رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس إلى لندن في زيارة رسمية لعرض مبادرة السلام السوداني بجامعتي إكسفورد وكامبورج وعشرة الدعم الدولي لترسيخ الاستقرار. مكافحة النهب تضبط أسلحة كلاشينكوف ومخدرات في حملة ليلية واسعة بشرق النيل. نفذت آليات مكافحة النهب بمهلية شرق النيل حملة ليلية كبرى أسفرت عن ضبط أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة، وتم تدوين بلاغات ضد المتهمين بأقسام الشقلة والحاج يوسف. سودانير تعلن استئناف الرحلات المباشرة بين الخرطوم والقاهرة لأول مرة منذ عام. أعلنت شركة سودانير عن عودة الرحلات الجوية المباشرة بين الخرطوم والقاهرة بعد توقيف طويل، وهددت قيمة التذكرة بمليون جنيه سوداني في خطوة لربط البلدين مجددا. وزير التربية والتعليم يعلن انطلاق العام الدراسي في ولاية الجزيرة مطلع يونيو المقبل. رصد مرتزقة كولومبيين في طريقهم للالتحاق بصفوف قوات الدعم السريع بأفريقيا الوسطى. مستشار عبد الفتاح البرهان الانشقاق عن الميليشيا لا يسقط المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات. أكد مستشار الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الانشقاق عن الميليشيا لا يعفي عن المسؤولية الجنائية أو حقوق الضحايا، مشددا على تماسك الدولة بمسار العدل ومحاسبة المتورطين. الخارجية الأثيوبية تكشف الحقيقة كاملة بشأن إصدار قرار بطرد السفير السوداني. مصادر ميدانية تؤكد فرض الإقامة الجبرية للقائد الميداني أحمد جوجة. أفادت مصادر ميدانية بصدور قرار يقضي بفرض الإقامة الجبرية للقائد الميداني أحمد جوجة التابع لميليشيا الدعم السري لأسباب مجهولة وسط أنباء توترات داخلية. الأقمار الصناعية تكشف تحصينات جديدة للدعم السري داخل مطار نيالا. كشفت صور الأقمار الصناعية أن بدأ الدعم السري إنشاء تحصينات عسكرية حديثة داخل مطار نيالا، فيما استهدفت طائرة مسيرة مخازن لوجستية ووقود بمحيط المطار. منظمة الهجرة الدولية تعلن نزوح 500 ألف شخص في إقليم النيل الأزرق. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح قرابة 50 ألف شخص من منازلهم في إقليم النيل الأزرق جراء النزاع المسلح وسط أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. فضيحة إدارية في ولاية سودانية تحويل أجزاء من مستشفى التخصصي إلى سوق. الجنينة تشتهي الحرب بشوارع دامية سقوط عشرات القتلى والجرحى. شهدت مدينة الجنينة انفلاتا أمنيا خطيرا أثر مواجهات دامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة وسط مخاوف من تحويل الصراع إلى حرب أهلية شاملة ونزوح جماهير السكان. الطيران الحربي وجه ضربات موجهة لميليشيا الدعم السري في شمال كردفان. نفذ سلاح الجو السوداني ضربات جوية دقيقة استهدفت تحركات لميليشيا الدعم السري بمنطقة أم مشر في شمال كردفان، مما أسفر عن تدمير آليات قتالية ووقوع خسائر بشرية كبيرة. وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم تطلق إجراءات الشهادة المتوسطة وتضع ضوابط صارمة للامتحانات. محلية الخرطوم تسترد حديقة القرشي وتعلن خطة شاملة لإعادة تأهيلها وتطويرها. كامل إدريس استعرض مبادرة السودان للسلام في محاضرة رفيعة بجامعة إكسفورد البريطانية. قدم رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس محاضرة بجامعة إكسفورد استعرض فيها مبادرة السودان للسلام، مؤكدا أن استقرار السودان يمثل ركيزة أساسية للأمن